نسأل الله عز وجل أن ينصرهم، ينصر المجاهدين في الشام وفي كل مكان، وأن يثبت أقدامهم وأن يسدد رميهم. شيخنا الدكتور شافي، الناس طبعا الأخبار هذه طبعا تحبها، لأن في النهاية إحنا مؤمنين كلنا جسد واحد. معنويات الجيش الحر البطل شلونها؟ معنويات الجيش من أراد أن يعرفها فلينتظر أيام إن شاء الله تعالى. سنحاول، أنا بنفسي سأحاول أن أخرج الأفلام الموجودة في داخل سوريا، أكثر من 300 عملية نوعية للجيش الحر ضد النظام السوري. العملية الواحدة تزيد الإيمان، تشرح الصدر، وتطمئن الناس إلى أن الوضع بأيدي الثوار في الليل، وفي النهار هو للنظام السوري. هذا أنا سمعته شيخ. نعم. سمعت أحد المجاهدين نفسه يكلمني. نعم. يقول النهار لهم. نعم. لكن شوف الليل شلون لنا. شلون قصتهم؟ بالليل طبعا النظام السوري لا يقاتل إلا من أجل الدنيا، إما خوفا من الضابط أو من أجل المال. وترجون من الله ما لا يرجون. ما لا يرجون. في المساء ما يخرج حتى أحد الجنود المنشقين يقول أنا لما كنت مع الجيش السوري ما كنت أستطيع أن أقضي حاجتي في الليل. كان الواحد مرتب نفسه لقضاء الحاجة في النهار فقط، خوفا خوفا ورعبا، حتى يقول والله كنا نقضي حاجتنا في داخل الدبابة. الله أكبر. من شدة الرعب، من شدة في قلوبهم الرعب. طيب الشعب السوري ما يشوف أن شلون قاعد يدفن الحي ويحرق الحي ويقتل؟ ما يخافون أيضا الجيش الحر أو الأبطال السوريين؟ الشعب السوري غرس الله سبحانه وتعالى في قلبه الشجاعة من أيام معاوية بن أبي سفيان. كانت الجيوش الصليبية والتتارية والدولة الفاطمية تتحطم في الشام، وبإذن الله سيتحطم النظام العلوي في الشام بإذن الله. جميع الأطماع الشرقية والغربية لن تحقق ما تريد بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بصمود أهل الشام ورباط جيشهم. أنا كنت أول أفكر ليش النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم؟ نعم. خطاب للأمة، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم أنتم يا أهل المدينة. يعني إيش علاقة صلاح الشام بصلاح الأمة؟ نعم. أهل الشام هم صمام الأمان، إذا صلح أهل الشام صلحت الأمة. يعني مثل مقياس معيار الأمة، إذا هناك صلحوا ترى الأمة كلها راح تصلح. ولذلك الثورة السورية بإذن الله تبارك وتعالى ستحقق آمالها وطموحها، وستنتقل الأمة النوعية بعد سقوط النظام النصيري العلوي نقلة نوعية لا نظير لها. شيخنا، حال كتائب المجاهدين، هل في تنسيق بينهم؟ هل في تآلف بينهم؟ لأن سمعنا عدة جبهات الآن قاعدة تقاتل في سبيل الله. شنو وضعها؟ هو الجاري الآن عندنا 7 محافظات مشتعلة هي التي يحرص النظام على تحطيم الثورة، كسرها. نعم. شرقا دير الزور، وشمالا حلب وحماه وإدلب وحمص في الغرب، ودرعا في الجنوب، ودمشق في السنتر. هذه المناطق ال7 ما كان أحد يظن أنها تشتعل، اشتعلت كلها. كان في السابق مدن وقرى معينة، الآن ليس هناك قرية أو مدينة إلا وفيها أقل شيء كتيبة أو كتيبتين. الله أكبر. وصار في تنافس، القرية اللي ليس عندهم كتيبة أو كتيبتين يقولون يعني هذولاك أرجل منكم، الله ما تدافعون. أبطال والله. أبطال. انتقلوا من 3 أشهر إلى أن يكون هناك مجالس عسكرية في كل محافظة، مجلس عسكري تنتمي الكتائب إليه، له أمين سر، له رئيس مجلس إدارة، له لجنة مالية تجمع الأموال في هذا المكان وتوزع على حسب الحاجة. إذا لعل تأخير النصر فيه حكمة من رب العالمين. أنا قلت لهم يا أخوان ما تأخر النصر إلا لحكمة، وهي تنظيم الثورة السورية. يعني الآن تونس وليبيا ومصر واليمن رأس النظام سقط، لكن الهيكل لا زال موجود. نعم. النظام لا زال موجود، ولهذا لا زالوا بعضهم يعانون حتى إن شاء الله الله يعينهم. أنا قلت لهم إذا أنتم بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هذا التنظيم والعمل والصدق سيسقط النظام كله بإذن الله عز وجل. شيخنا أنا مضطر أخذ فاصل، وأدري الفواصل كثيرة كثرت في هذه الحلقة. فاصل ونرجع مرة ثانية نبي نوجه رسائل لداخل سوريا أهل الشام، وأيضا لخارج سوريا سواء من المنظمة الدولية أو الأفراد في شعوبنا الإسلامية. خلكم ويانا لكن بعد الفاصل.